السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ معاكم دينا وده مطبخي. ايه يعني الغطاسه بتاعت امك دي؟ ايه الغلطانه اللي انت فيها دي؟ والنهاردة ان شاء الله هقدم لكم وصفة التومية السورية الأصلية زي بتاعة المطاعم بالظبط. بس قبل ما نبدأ ما تنسوش تعملوا لايك لا. وشير وتشتركوا في القناة عشان يوصل لكم كل جديد. لا. في حلة على النار هنحط كوباية مية، 4 معالق كبار لبن، معلقتين كبار نشا، وهنقلب كويس لحد ما النشا يدوب خالص مع المية وما يبقاش فيه اي تكتلات. بعد كده هنشغل النار ونستمر في التقليب لحد ما نوصل لقوام تقيل زي المهلبية بالظبط ويكون شفاف نوعا ما. شايفين القوام بقى عامل ازاي؟ هو ده بالظبط القوام اللي احنا عايزينه. بعد كده هنفضي خليط النشا في بولة ونسيبه يبرد تماما. ما ينفعش يا جماعة خليط النشا يكون سخن او حتى دافي، لازم يبرد كويس جدا في التلاجة مدة ما تقلش عن ساعتين. بعد ما الخليط برد معانا هننزل بيه في الخلاط ومعاه فص توم كبير، معلقة خل، عصرة نص ليمونة، ومعلقتين كبار زبادي، ورشة ملح. وهنقفل الخلاط ونخلي الخلاط يتجانس تماما لحد ما التوم يختفي تماما في الخليط وما يبقاش فيه اي تكتلات. بعد كده هنفتح الخلاط وننزل بربع كوباية من الزيت. وده تاني سر من نجاح التومية، ان الزيت يكون نوعية كويسة، ويفضل يكون زيت دوار الشمس لانه بيكون زيت فاتح قوي. هنستمر في التقليب والخلط لحد ما نوصل لقوام شبه قوام المايونيز بالظبط ولونه فاتح. تعالوا بقى نشوف شكله عامل ازاي. شايفين؟ هو ده القوام المطلوب، قوام سميك نوعا ما. هنفضي بقى الخليط في بولة. شايفين الخليط عامل ازاي؟ هي دي وصفة التومية الأصلية زي بتاعة المطاعم بالظبط وأحسن كمان. جربوها أكيد هتعجبكم. هستناكوا بقى تجربوها وتقولي لي رأيكم في التعليقات. ما تنسوش بقى لو عجبتكم الوصفة تعملوا لايك وشير وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد.